انطباع إنسان مغترب عايش بهالبلد، يعني بحسسنا إنه جاليتنا موجودة هون بألف خير، والحمد لله إنه في نوع من التطور والتقدم. وعلى شو خدمت هلا هالجالية بهالبلد هون صار لها أكثر من 50 سنة، يعني نوعا ما تكريم لهالجالية. شو لها دور كتير كتير كويس، من كل المجالات. كان المجالات الاجتماعية الاقتصادية الاجتماعية، يعني موجودة الجالية الأجنبية اللي بتوجد، العربي لما بتوجد بهالبلدات عم تعطي لهالبلد، يعني عم يتطور البلد بوجود هالجاليات هاي. هل كان بالإمكان أحسن مما كان؟ لابد انه يكون شيء افضل، لكن هي التنظيم اللي صار بشكل عفوي كتير منيح. لانه الجالية الموجودة هون هي مش عم تعمل فيلم اخراج ومونتاج، وكله منظم ومدروس قبل بوقت، انه يجي بشكل عفوي. ومشكور الكومين نينوف على المشاركة مع الجالية، وهالشيء اللي قدمنا للجالية. ولكن لابد نقول انه كتير الحفلة انطباعنا كتير ايجابي، ونتمنى لهالجالية دائما التطور والتقدم والنجاح. بارك الله فيك سي علي على الحوار، شكرا.
اليوم يوم السبت نعم، 17 ماي. هذا الحفل هذا اللي كيتقام سنويا، وهذه السنة هذه الحفل تنظم بمناسبة الذكرى الخمسين لدخول أول المهاجرين المغاربة والأتراك إلى الديار البلجيكية. درنا خيمة مغربية فيها المأكولات والمشروبات المغربية، الحلويات، الكسكس، الشاي إلى غير ذلك من الأشياء اللي معروفة عندنا في المغرب. والحضور تبارك الله كاينين الناس بزاف من مختلف الجنسيات، مغاربة، بلجيكيين، أتراك وجنسيات أخرى، والكل فرحان ومبسوط وعجبه الحال. كاين أيضا فرق موسيقية مغربية بحال دقة المراكشية، بحال قناوة، فرق يعني مغربية معروفة. والحمد لله كل شيء دايز مزيان في هذه الساعة هذه، كل شيء كيضحك، كل شيء عجبه الحال، ونتمناو ان شاء الله هذه الفرصه هذه تعاد مشيئه الله. واش هذه غير بمناسبة الذكرى الخمسين ولا يمكن تعاد فعلا في العام الجاي ولا؟ هو الفيستيفال اللي كيتسمى فيستيفال نينو موندو، والاسم ديال نينو موندو كيرمز للنينو، المدينه ديال نينوف، المدينه اللي حنا موجودين فيها اليوم، وموندو جايه من موند، لو موند يعني العالم. فالفيستيفال ديال نينو موندو يعني فيستيفال سنوي كيكون عنده كل سنه محور. مثلا المحور ديال السنه اللي فاتت كانت دول جنوب افريقيا، وهذه السنه هذه وبمناسبه ديك الذكرى الخمسين ديال دخول اول المهاجرين المغاربه والاتراك لهذه الديار البلجيكيه، المحور ديال الحفل او ديال الفيستيفال هو يعني المغرب وتركيا. ولكن بما انه الجاليه المغربيه هنا تبارك الله يعني كاين تقريبا ما يزيد وينقص عن 300 عائله، فغادي نحاولوا نطلبوا من البلديه انها تتيح لنا الفرصه في السنوات المقبله ان شاء الله باش ننظموا ان شاء الله شي حاجه كتشبه لهذا الشيء، خيمه مغربيه. ما شوش عليكم داك الشيء اللي وقع البارح على التنظيم ديال اليوم؟ هذوك العنصريين اللي داروا ديك التصرف انهم يعني قلعوا العلم المغربي والتركي من البلديه المغرب، العلم ديالنا كان معلق في البلديه بمناسبه هذه الذكرى، وجا واحد المجموعه ديال العنصريين قلعوه. طبعا دوك الناس اللي داروا داك الشيء دوك اقليه، ما شوشوش علينا والله الحمد، لانه حتى تدخل ديال الامن ديال المدينه هنايا البارح كان تدخل صارم. دخلت الشرطه المحليه هنايا في هذه المدينه وخرجوهم من ديك البنايه العموميه اللي هي البلديه، ورجعوا الاعلام ديالنا في المكان ديالهم. وكيظهر لي انهم فهموا بانه التصرف هذا لا السلطات المحليه ولا حتى المغاربه ما كيقبلوا هذا الشيء، وما غاديش نقبلوا هذا الشيء، وحنا ما غادي نخليهمش يستفزونا، ما غاديش نهبطوا للمستوى ديالهم. غادي نبقاو هادئين، غادي نبقاو في سكينه، وما غاديش نخليهم يستفزونا، ونستعملوا نفس السلاح الوسخ القديم اللي كيستعملوه هما، اللي هو السلاح ديال العنصريه والتمييز.